السلام عليكم. حلوى الرخامة أو الزليجة بمكونات كلها صحية، بدون جلوتين ولا لاكتوز ولا سكر أبيض، وبطريقة تزيين بدون شوكولات أبيض اللي كله سكر. غادي نحتاجو كاوكاو، غنديروه في لاطة الفران وندخلوه يتحمر مزيان. من بعد نخليوه حتى يبرد، نحيدو ليه القشرة ديالو، نديروه في الطحانة، قريصة الملح، شوية القرفة، العسل الحر، ونطحنوه مزيان مزيان. المهم ماشي مزيان بزاف، غنخليوه شوية مهرمش، واخا كيبان لكم فتت ولكن راه غيتجمع. غادي نديرو في واحد لاطة د الفران، وغنديرو واحد الإطار، ونحاول نضغط عليه مزيان مزيان، في الأول بيدي ومن بعد بالكاس. غندوب شوكولاتة نوعية جيدة فيه نسبة كاكاو عالية، وغندير واحد الطبقة رقيقة نخليه حتى ينشف، وغنفك الإطار على الحلوى، ندير واحد بابي كويسون في بلاطو آخر، وغادي نقلبها. وهنا نعاود ندير واحد الكمية مهمة من شوكولاتة نوعية جيدة فيه نسبة كاكاو عالية. وقبل ما ينشف غادي ندير هاد الشكل، غناخد واحد العويد وغندير خطيطات، غادي نقلبها للجهة الأخرى، ونعاود ندير خطيطات كيعطيني هاد الشكل زوين بدون شوكولات ابيض اللي كله سكر. صافي غادي نخليها تنشف واحد شويه، ولكن ما نخليهاش حتى يقصح الشوكولات. نبدا نقطعها والشوكولات باقي رطب، علاش؟ باش ما تهرسش لينا. غنطرصيها بواحد المسطره باش يخرجوا ليا قطع مقادين. نقطعها المره الاولى طوال، ومن بعد نقطعها مايله على هذا الشكل هذا. وهذه هي الرخامه والزليجه ديالنا بمكونات صحيه، ولكن راه كتبقى حلوه بزاف. اذا ناكلوا منها غير القياس. وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا بغدا.